انا بدرس له ازاي في الشهر يبقى اكتر من مرتبي. احنا متعينين في مدارس بعيد وبناخد ال 100 جنيه نصرفها على ايه عايزين مننا ايه دلوقتي؟ تعبت والله ما انا عارف، انا مش فاكر. مش عايزة اكل وعايزة بص، هو الثوره دي معموله ليه؟ أحيي حضراتكم من داخل ديوان المظالم الكائن في قناة الدلتا في طنطا، وما زلنا بفضل الله الصوت العالي لكل الغلابة والمظلومين في ربوع مصر المحروسة عموما وفي إقليم الدلتا خصوصا. في ديوان المظالم ننطلق دوما من ثوابت قانونية ودستورية راسخة أن أي مسؤول في مصر مهما على قدره بدءا من رئيس الجمهورية نزولا لأصغر موظف جاءوا لخدمة هذا الشعب. المؤكد أيضا أن كل الخدمات والمرافق وكل الرواتب وكل ما يدفع في هذا الوطن هو حصيلة الضرائب التي يدفعها المواطن المصري الشريف. إذا قصر مسؤول ما في قرار ما وجب على المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذا البلد أن يلجأ لديوان المظالم، ووجب علينا أيضا بوصفنا إعلام الشعب أن نستمع إلى هذا المواطن المظلوم طالما معه المستندات التي تدل على هذا، وأن يصل صوته إلى المسؤول الذي يجب عليه الحل طالما أن الأمر في إطار قانوني. نسعد دوما بالتواصل مع أهالينا المحترمين بكل السبل والوسائل، سواء بالحضور مباشرة هنا إلى الديوان وعرض المظلمة مع المذيع على الهواء مباشرة ومعه المستندات، أو بتشريفنا كل يوم ثلاثاء الساعة 2 ظهرا في مقر ديوان المظالم في قناة الدلتا في طنطا، أو بالبريد المسجل على مقر الديوان في قناة الدلتا في طنطا، أو على صفحة البرنامج على الفيسبوك ديوان المظالم بالدلتا. نسعد دوما بأي خدمة نقدمها لأهالينا، هذا دورنا، ليس تفضل منا على أهالينا المحترمين، لأننا إعلام الشعب، وهذا المكان أيضا بني بأموال الشعب ونتقاضى رواتبنا من مال الشعب، ومن ثم فولاؤنا الأول والأخير لهذا الشعب. معنا كثير من المظالم النهاردة، تشكيلة من المظالم في مختلف الأمور. بنسعد دوما بتلقي اتصالاتكم على أرقام الهواتف اللي هتظهر بعد قليل، أيضا في رقم الفاكس اللي بيحب يبعت لنا مظلمة ومستنداته بالفاكس، الفاكس هينكتب بعد قليل. بعد الفاصل نبدأ في تناول مظالمنا النهاردة، انتظرونا. بقول مرتبي كويس قوي، باخد حاجه ولو وصلت ل 80 جنيه تبقى كرامه، ما باخدش 80 جنيه. اقصى حد للقبض 100. رحت للمسؤولين، رحت لوزير الزراعه، سعادتك رحت لوكيل الوزاره، رحت للمحافظ، ما سبتش حد ما رحت له، وما فيش استجابه. استاذ محمد، ايوه يا فندم، من بين الشكاوى اللي الناس اوصلوها لبرنامج ديوان المظالم ان ما زالت هيئه الاوقاف اللي هو ممثله بحضراتكم بتاخد احكام على الناس وبتطاردهم بامور، والناس ما بيباتوش في بيوتهم. يعني على اي اساس هذه الاحكام؟ المظلمة الأولى معانا النهاردة في حلقة النهاردة من ديوان المظالم وردت إلينا من المواطن العزب العربي أحمد السيد داوود من قرية شبرا ريس مركز كفر الزيات محافظة الغربية. من 2005 هو متعذب عشان يعمل مخبز بلدي يخدم أبناء بلده حسب القانون واللوائح، لكن مش عارف يخلص هذا الأمر. فالراجل لجأ لديوان المظالم، وتعالوا نسمع ونتابع نشوفه بيقول ايه، ونشوف الزملاء عملوا له ايه مع وكيل وزارة التموين بالغربية. نتابع مظلمة العربي أحمد السيد داوود. عربي أحمد داوود من شباريس كفر الزيات غربية. طب المشكلة ايه؟ كان عندي مصنع براد وفشل،
مصنع بلاط وبيه رخصة وبيه كل حاجة وفشل. عملت طابونة أفرنجي، كنت بخبز بقى عيش فينو واشتريت دي من سوق السودا من بره. جه تموين طنطا شمعها لي، قال لي روح للمحافظ خليه يعملها لك بلدي. دخلت للسيد المحافظ اللي هو كامل عبد الحميد الشناوي، عملها لي بلدي. وجاب وكيل وزارة التموين اللي هو سعد منصور، ومعايا الإثباتات بذلك. الموظف عشان كان عايز 10,000 جنيه عقدني لحد هذه الساعة. معايا جواب بيقول إن أنا مستنظر الحصة من سنة 2002 وأنا مستنظر الحصة لحد دلوقتي. وجبت سعر وجبت كل حاجة وجبت جميع المعدات، ولولا عيالي دفعوا الشيكات اللي عليا كان زماني دخلت السجن. فأنا راجل عايز أشتغل وعايز آكل عيش. إحنا غلوبنا ما خلناش، والله ما خلناش، ورحنا المحافظ ورحنا هنا وتغير علينا 4 محافظات وإحنا على هذا الوضع ده. إحنا عاوزين حاجة ناكل منها رغيف عيش، لا بنطلب من الحكومة فلوس ولا بنطلب مكان ولا بنطلب أي حاجة. إحنا عايزين حاجة نعمل فيها مشروع موجود لحد دلوقتي، ألم عيالي وألم نفسي بدل ما أنا بشتغل في الغيط والراجل ده بيتغرب بيروح هنا وبيروح هنا مش لاقي. هذا الوضع ده مش عايزين أي حاجة. ده كان كلام الحاج العربي أحمد السيد داوود وزوجته. يعني بقالهم 4 محافظين اتغيروا على محافظة الغربية وهم مش عارفين يحققوا الأمل اللي هم عايزين يعملوه. قبل كده عمل مصنع بلاط وفشل، وبعدين مخبز أفرنجي كان بيجيب الدقيق من سوق السودا وبعدين التموين قفلهوله. فالراجل مش عارف يعمل إيه وعايز يعيش هو وأسرته بالحلال. فما هي العقبة يا ترى؟ هل هذه القرية فيها مخبز آخر؟ إذا ما كانش فيها مخبز يبقى من حقها يبقى لها مخبز والمحافظة توفر لها حصة. ودي دايما النقطة اللي بنعيدها في كل مشكلة مخبز أو مشكلة عيش. في عدم عدالة وفي عدم تكافؤ فرص ما بين أبناء المدن وأبناء القرى. في المدينة دايما لو خدنا طنطا مثال، كل شارع فيه مخبز وحصة جامدة، يعني حصة مثلا ممكن تصل ل 40-50 جوال أو شوال بالبلدي. إنما قرية بالكامل مثلا بدون ذكر أسماء بتلاقي قرية فيها مخبز واحد بياخد 5 أجولة، يعني بينتج 5000 رغيف و100. ففي عدم عدالة. يعني بالنسبة لمخابز المدن بيدوا فرصة لهم إن هم يسربوا دقيق ويبيعوا دقيق ويعملوا مخالفات. أما بالنسبة للقرى ظروفهم صعبة جدا. فأنا مش عارف هذه القرية هل فيها مخبز ولا ما فيهاش، وإذا ما كانش فيها مخبز طب الناس لو حبوا يشتروا عيش بيشتروه منين؟ يعني دي تساؤلات كلها محتاجين نطرحها على السيد وكيل وزارة التموين بالغربية، المفترض يكون معانا. وأيضا بنناشد المحافظ أو كل المحافظين وكل المسؤولين بإعادة النظر في عدالة التوزيع بالنسبة للمخابز، توزيعة المخابز بالنسبة للمدن والقرى. يا ريت يكون المسألة والمخبز على حسب تعداد السكان في منطقة محددة حسب السجلات الرسمية. إنما دلوقتي بتدخل بعض شوارع مدينة طنطا أو المحلة بتلاقي فيها مخبزين. طب مين اللي بياخد منهم؟ ومخبزين لهم كمية كبيرة. ده مسألة محتاجة قرار فوقي، محتاجة قرار من وزير التموين، محتاجة توجه من المسؤولين في المستوى الأعلى. طيب، لحين حضور وكيل وزارة التموين نتابع المظلمة. نعم؟ هو بيرد يعني ولا تليفونه مغلق ولا ايه؟ طيب بس دلوقتي المظلمة التانية اللي جاية يا محمد خاصة بالوحدة المحلية لقرية سهواج مركز أشمون، اللي هو قيامه بالبناء وجد تنفيذ خطة للوحدة المحلية أعمدة إنارة. يعني ما فيش المظلمة اللي ما في.
ما مش مكتوب، ما علينا. انت قلت السؤال الثاني ايه؟ طيب اوكي تمام اوكي، ده يبقى سؤال لما. طيب ندخل نعرض المظلمه الثانيه على ما الوكيل يجهز. طيب ناخد فاصل وبعد كده نرجع للبحث عن حل لهذه المظلمه، مظلمه العربي احمد داوود اللي عايز يعمل مخبز في قريه شبرا ريس، بعد الفاصل.